ايه اللي مشاكي ورايا نصيبه انت؟ كنت عايزاه يفضل مستغفلني. انا كان قلبي حاسس، بقول له يا ريت في حاجه، يقول لي ابدا. انت شوفي، وفي راجل في الدنيا يعني اصلا عمره هيقول؟ انت عبيطه ولا ايه؟ ما الرجاله كلهم فينا واحده. بس انا بقى كنت فاكراه غير كل الرجاله. عارفه يا بت، لو كان جه قال لي حسني من كده يا سماح، ولا اعملي كده يا سماح، يا بت يا محمد ما تعمليش كده، اعدلي شكلك. ولو ما كنتش صلحتها كان حقه يدوس على دماغي بمداسه. جرايه يا بت؟ مالك؟ واحده ولفت على جوزك هتسيبيه لها كده بالساهل؟ هو مش عيل صغير يا جيجي، لفت عليه بس برضاه. يا لهوي عليكي، بقى دي محا؟ امال امشي وحاجه اللي كانت توقف الشارع كله على رجل وتوقف اي واحد عند حده. جرايه يا بت مالك؟ فين كده النسا والكهن؟ معلش يا اختي معلش، وارجع اقول لك برضه جوزك معذور. الله، دي وزيره بيحفي وراها شنبات وليها جه وسلطان. كل واحد في نفسه سلطان. معلش بكره يفوق ويرجع لك. ميمي بيحبك يا بت وكلنا عارفين، عشان خاطري فوقي بقى. وبعدين نسيتيني، ده انا جايه احكي لك حته دي الحكايه. ما عرفتيش الواد يوسف عمل ايه في غاليه بنت الشيمي جوزي؟ تعالي نشرب شاي. فريدة الوكيل بأنها حرب على الكل. مالك يا اخويا؟ فيك ايه؟ مفيش. هو صحيح الكلام اللي امك قالته لي ده؟ بتقولي ان امينه في المستشفى. طب مش كنت تقولي واجب برضه ازورها؟ البت كويسه وجدعه معانا. انتوا متخانقين؟ مش متخانقين يا شيماء. تقدري تقولي أمينة سابتني، عرفت إني كداب، خبيت عليها حقيقتي. حياة ايه؟ ما انت زي الفل اهو. بتهيألك كل بني آدم يا شيماء بتبقى جوه حدوتة تحصل له في ظروف أقوى منه، لما بيفوق ويعديها يحس إنه لو فتح سيرتها مع حد هتبقى عاملة زي الحبل اللي بيشد جواها تاني، فبيسكت ما بيتكلمش. أنا خبيت عليها، والله العظيم كنت هصارحها، بس ده اللي حصل بقى، ملحقتش. كنت فاكر ان انت لما تروح تحكي لها هتصدقك. اللي بيحب حد بيصدقه. اللي بيحب حد ما بيخبيش حاجه عليه. شفت الكلب الواطي بيضرب بكل قوته. اهدي يا فريدة، اهدي. انت الراجل ده انت تعرف عنه حاجات كتير قوي، يعني ممكن تفضحيه هو وكل الناس اللي وراه. حتى لو حبيت اعمل كده مش هقدر. يعني ما تقدريش؟ يعني هنقعد نتفرج عليهم؟ بقول لك ايه، ما تجيب الحاجات دي كلها نزلها جرايد ومجلات وتلفزيون وفي كل حته، وعلى قد ما ايدينا الطول. حرب بحرب بقى. اللي انت بتقوله ده الحرب مش هتبقى مع الجنرال ذات نفسه، الحرب هتبقى مع كل اللي فوقيه. ما هو معنى الكلام ده ان اللي فوقيه هم اللي عاملين فيكي كده. هي دي الكارثه، هي دي الكارثه يا ريت. انت مش فاهم حاجه. الجنرال ما يقدرش يعمل كده من نفسه، ده امر من فوق، امر بسحب الحمايه عني. انا حاسه ان بقيت بالنسبه لهم كانت محروقه. انا لازم اسافر. افتح البتاع الزفته دي. تسافري فين؟ اهدي، تسافري فين؟ سفرك مش حل، انت كده انت بتهربي. امال ايه الحل؟ انه يتقبض عليا هو الحل؟
ان اتسجن لوحدي هو الحل؟ ان اشوف الناس بتنهش في لحمي ويعرفوا كل حاجه عني؟ انا مش عارفه افكر، انا مش عارفه افكر. طب اهدي اهدي عشان نعرف نفكر. شكرا. مش عارفه افكر. انا بس كل اللي كان بيبقى قاهرني لما كانوا بيقولوا لي ان انا وحشه ووطيت راس اهلي في التراب، وانا ما عملتش حاجه. انا وطيت راسكم. انت مش وحشه، احنا اللي وحشين ولاد الكلب. احنا اللي بنكسيكوا ونحجبكوا ونعريكوا وقت ما احنا عايزين. يا ريتني ما سافرت، ملعون ابو السفر للي جاب السفر. حتى لو ما كنت سافرت ده ما كانش هيغير حاجه، ده نصيب، نصيب ومكتوب. انا كان معايا واحده مقبوض عليها، كانت رايحه المستشفى تكشف، وهي معديه قالت تخش تتفرج، اتاخدت في الرجلين. ما كانش حد بيسمعنا. حقك عليا، ساعة فيها كل اللي حصل لك. انا السبب في اي حاجه. انا بس مش عايزاك تزعل مني ان انا خبيت عليك طول المده دي. انا كنت خايفه عليك، ما كنتش عايزه اقول لك. انا مش هسيبك تاني. كل اللي انت عايز اعمله لك. انا عايزك تتبسطي. انسي اللي حصل ده خالص، شيلي من دماغك. انا اخوكي وبقول لك كده، انسي. انا جنبك وافضل جنبك. مش هنروح لأمينة؟ مش وقته خالص، مش وقته. لا ازاي، ده وقته. ما ينفعش نسيبها كده لوحدها، لازم نبقى احنا اجدع منها. يلا. لو اروح هتبقي معايا من هنا ورايح، هتفضلي معايا على طول، مش هسيبك. حاضر. حبيبتي انت عامله فطار يكفي 10 تنفار ولا ايه؟ انا والشفا يا حبيبي. كل وتنزل. ماشي. ده ايه ده، جبنه ده ولا ملح ولا ايه؟ كباب بتهيألي. ايه ده؟ دخلت هنا ازاي؟ بتعمل ايه هنا؟ مش بيت مراتي، يبقى بيتي انا كمان. يا سلام. طب يلا اطلع بره انت والسنكوحه اللي معاك دي قبل ما اطلب لك البوليس. احترمي جوزك قدام مراته يا حبيبتي عشان ما هزقكيش. اطلع بره يا واطي يا جبان يا زباله. مش كفايه اللي انت اخدته؟ كمان هتيجي تقعد في بيتي انت وهي؟ يلا انا هطلب لك البوليس، هخليه ياخدك زي الكلب. حبيبتي افتحي اي دولاب من اللي وراكي دول والنبي. مش قادره اصدق. هاتي الحته دي. اطلبي البوليس يا بنت الشيمي. اطلبي البوليس عشان يلمنا كلنا ويشمعها بالمره باللي فيها. واللي فيها كتير. حبي شويه شاي. حاضر يا حبيبي. ايه؟ صعبت عليك؟ اوعى يا راي تستسلم للاحساس ده، لان انت كمان هتجيلك لحظه ومش هتصعب على حد.
اركب عربيتك وتعالى ورايا. يلا. الشغل ده لسه في مكانه؟ ما حدا اطلع عليه غيرنا نحن واصحاب الارض اللي فيه. انت عايز تفهمني يا نواف ان مقبره بكر بحجم المقتنيات دي ومالناش فيها شركاء؟ ليه؟ اصحابهم طالعين على ذكاء؟ بصراحة شيمي بيه احنا معانا شركاء أجانب، بس هم رافضين إن يتذكروا في الموضوع كله. تمام. وتمن الشراكه كام بقى؟ 50 مليون من كل شريك. ايوه بس انا ما عنديش مبلغ زي ده، وحتى لو عندي مبلغ زي ده مش هحطه في صفقه واحده. المكسب 200%. وراح تستغرب اكتر لما بتعرف انه نحن ما راح ندفع ولا ليره واحده. الشركاء الاجانب هن اللي راح يدفعوا كل شيء. طب انا ايه المطلوب مني؟ الباور بتاعك يا سيادة النائب إن الشغل ده يخرج بره. بصراحة الشركاء مش هياخدوه غير بره مصر، وده شرطهم الوحيد. انتوا فاهمين معنى الكلام ده ايه؟ خصوصا بعد فضيحه فريده النهارده الصبح. التفتيش في المطارات بقى صعب جدا الحاجات دي. الدنيا قامت ومش هتقعد تاني. راح يكون هذا الموضوع من صالحنا نحن تعودنا انه انسب توقيت تنفذ فيه مخطط لشيء هو هالتوقيت اللي كل الناس بتحكي فيه عن هذا الشيء، لانه ما حدا بيتوقع تنفيذه في هالتوقيت. فكر يا سيادة النائب، المصلحة جامدة جدا. معلش يا عم ياسين، أنا كنت أتمنى الظروف اللي أجيلك فيها تبقى ظروف أحسن من كده. ربنا يجعلها آخر الأحزان إن شاء الله. ربنا يبارك لك يا ابني. بيحزف نفسي من واحد زي فؤاد دوت كان خيره على المنطقة كلها، تقوم تيجي آخرته كده. لا وإيه؟ ما يعرفوش مين الكلاب اللي عملوا العملة السوداء دي. لا إله إلا الله. إن شاء الله هيتعرف وهيتجاب إن شاء الله يا عم ياسين. مش معقولة يعني دم الراجل هيروح حضر كده. مش معقولة ليه؟ احنا بقالنا قد إيه في بحر الدم دوت. رجالة وشباب زي الورد بيروحوا مننا في كل حتة في مصر. كان حد قال لنا مين اللي موتهم؟ جيت على الجرح يا عم ياسين، عندك حق. ربنا يجعلها آخر الأحزان. مساء الخير يا عم ياسين. مساء الخير. انت مش فاكرني؟ لا والله مش واخد بالي. انا هايدي بنت فؤاد ابو الدهب. ازيك يا بنتي؟ ايه في حياتك؟ حياتي رجوعية. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اللعبة دي اسمها الروليت الروسي، زي القمار بس مش على فلوس، على بني ادمين. بتحط طلقة في الخزنة وتنشن على خصمك وتضرب. لو طلعت الطلقة في خصمك تبقى كسبت، لو ما طلعتش يبقى الدور عليا. ده لو اللعب نضيف. في حاجة في الدنيا دي نضيفة. سر اللعبة بقى اللي احنا عايزينه موت ونحط أكتر من طلقة في الخزنة، واللي مش عايزينه موت ما نحطش ولا طلقة في الخزنة. للأسف ديبو بتاعكو بيلعب بخزنة مليانة طلقات وهيموتكم كلكم. وأنا دلوقتي بديك فرصة وعليك الاختيار. مطلوب مني يا باشا. فريدة الوكيل بعد ال 12 عنها بقت كارت محروق. بالنسبة لي هي من عداد الأموات. كل المطلوب منك إنك تتسلم. تقدر ولا ما تقدرش؟ اقدر يا باشا. اتفضل. والله يا بنتي ابوك في اخر ايامه ما كانش له سيره غيرك وانه يسافر لك. هنعمل ايه بقى؟ هدي الله وادي حكمته، محدش له في نفسه حاجه يا بنتي.
ياما قلت له يخلي باله من اللي حواليه وما يثقش في اي حد زياده عن اللزوم. ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوليه ده؟ تقصدي ايه؟ فؤاد كان عايش في وسط اهله والناس. انا عارفه مين اللي قتل بابا يا عم ياسين. انا مالي ومال اللي بتقوله ده يا حبيبي. احنا كان في بينا ورق وعقود ولازم اخلص. ما هو احنا دخلنا على الحلوه والمره. مرت مين وحلوة مين يا بابا؟ انا ولا كنت اعرفك ولا كنت اعرف اخوك. ده كان بيعمل لنا شغل وبياخد حسابه وبس. ولا هو مفهمك ايه؟ كان زي ما كان ودخلتوا سوا الشركه ولعت الشركه، يبقى تصبروا علينا بقى ولا هو طور وكتر سكاكينه. انا ما بتكلمش على الشركه اللي ولعت يا سيد. في فلوس اخوك اخدها مني ساعه التجهيز ولا ما قالكش؟ قال لي. طب كويس. اصل انا كنت فاكراك هتهرب مني زي ما هو بيتهرب بالظبط. ميمي مش حرام يا مدام عشان يتهرب من الفلوس اللي عليه، انما انت عارفه الدنيا خربانه ازاي. اصبري شويه لغايه ما تتظبط. تتظبط ازاي؟ انت عارف ان احنا اخدنا قرض من البنك ولو ما اتدفعش في ميعاده هيتحجز على المكان. يوميها كلمت بابا قال لي ان هو رايح مشوار وهيخلص ويعدي على ناس قرايبنا يودعهم قبل السفر. قلت له لو كنت لسه جنب البيت عدي عليا شويه عشان محتاجه شويه ارقام مهمه للورق اللي بخلصه لهم. ورجع واتقابلنا على السكايب. خلاص يا عيد الماني. ايوه ما كان هنتكلم في الموضوع ده تاني. ثانيه واحده بس هنقعد في النار على الشاي انا هجيلك. شفته مساعد، شفته داخل الشقة. واضح طبعا انه كان فاهم ان باباكي بره البيت. قلبي ما كانش عارف ان في كاميرا بتصوره. ايوه بس نور الشقه المنور ده ما خلاهوش يشك. بابا متعود يسيب نور الشقة منور خصوصا في الأحداث الأخيرة والسرقة اللي بتحصل على أساس إن في حد في البيت يعني. خفت انده عليه بصوت عالي لحسن يسمع ويعمل فيه حاجة. فكرت طلبته على الموبايل. مسعد تعمل ايه؟ جيت هنا ازاي؟ بتسرقني يا مسعد؟ بتسرقني يا حرامي يا نصاب؟ طبعا لما سمع موبايل باباكي فوجئ انه في البيت. أنا عمري ما سامح نفسي على اللي حصل. أنا اللي برجعه للموت كل مرة. اهدي يا بنتي اهدي، ما تعمليش في نفسك كده. ده قدر ربنا، مش هنخش في قضاء. ايوه يا ابني، اعمل لي امر ضبط واحضار فورا للواد اللي اسمه مسعد نخله. ميمي جاي في ايه وماشي في ايه؟ معلش يا سماح اصل عندي شويه شغل ومتاخر شويه. شغل ولا رايح لها؟ رايح لمين؟ انا شفتك. شفتي ايه؟ شفتك وانت نازل من عندها وهي نازله وراك. قد كده وانت عليك تعرف عليا في اول سنه في عمرنا، ولا تكونش بقى هي وعداك بحته عيل. قولي اللي انت عايزه تقوليه. مش هلومك على حاجه ابدا وحقك تزعلي، بس قبل ما تزعلي فهميني. وبعد ما افهمك هتبقى انت فين يا راي؟ معايا ولا معاها؟ ولا تكونش ناوي تشاركني فيك؟ تشارك مين يا سماح؟ انا عمري ما احب حد غيرك ابدا. وهي ايه؟ هي مجرد شغل مش اكتر من كده. الست واقعه في ورطه ومحتاجاني جنبها. احنا مالنا ومالها؟ يعني ايه مالنا ومالها؟ من امتى وميمي بيشوف حد محتاج له بيمشي ويسيبه؟ بس انا محتاجاك اكتر منها والمصحف الشريف، وانت عارف ان انا ماليش حد غيرك.
لازم تعرفي ان انا عمري ما احب حد غيرك في الدنيا دي يا سماح. ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم ولا حاجه. انا مش قادره اصدق يا بابي، الاستاذ جايب مراته التانيه وجايين يقعدوا عندي هنا في بيتي يا بابي. ايه شغل البلطجي ده؟ هي حصلت؟ هما فين؟ قاعدين في الاوضه جوه، انا حاسه ان انا في كابوس، مش قادره اصدق ده بيحصل. اهدي، انا هتصرف. يوسف! انت يا يوسف! ايه؟ في ايه؟ وانت عامله دوشه ليه؟ من غير كتر كلام، انتوا الاثنين بره البيت! اهدى يا شيمي بيه احسن يطيرك عرق. ده بيت مراتي. بيت مين يا اخويا؟ بيت مراتي يعني بيتي واعمل فيه اللي انا عايزه. مراتك لما تبقى راجل محترم، مالو هدومك؟ قادر تصرف عليا بالشحات وسنكوح ومعاك استنى بس يا غالي، انت تسكت خالص. وانت كمان يا بنتي، انت باين عليكي بنت ناس. ليه تخليه يعمل فيك كده؟ مالكش دعوه بيها وكلمني انا هنا، طول ما انا في البيت ما اتكلمش حد غيري. بيتك انت اتجننت ولا ايه؟ جن لما يجنك بنت سافله وقلت الادب وقلت الربايه. هي قلت الادب برضه؟ ايوه هي قلت الادب. اسمع يا شيمي، انا لغايه دلوقتي عامل لك احترام، لكن والله كلمه زياده هعلقها من شعرها على باب البيت. مين دي اللي هتعلقها من شعرها؟ صحيح، ما هو ما يعرفش ان انت قلت الادب، ما انت اكيد مش حكيها له. ما حكيتليش ايه؟ انا مش فاهم حاجه. ايه اللي بيحصل؟ يا حلو، تحكي لبابي ولا احكي له انا؟ ايه اللي بيحصل ده؟ سيبك منه يا بابي، ده بني ادم ما يستاهلش اصلا انك تبص في خلقته. يلا نطلع. انا عايز افهم ايه اللي بيحصل. يلا يا بابي بليز، يلا لو سمحت. عالم بجحة. ميرسي قوي يا شيماء انك جيتي، كنتيش لازم تتعبي نفسك خالص. ما تقوليش كده، احنا بقينا اخوات وهنبقى اكتر من الاخوات كمان ان شاء الله. صح؟ صح. ديبو بعت لك السلام، جالك كذا مره عشان يشوفك بس كل مره كان بيلاقيكي نايمه. ماما قالت لي البنج بقى معلش. شيماء انت عارفه هما كانوا عايزين يقتلوني ليه؟ عشان القضيه اللي انا بكتبها. كنت عايزه اخد لك حقك انتي وكل اللي زيك. كنت هموت. لسه مش عايز تتكلمي؟ لازم تتكلمي يا شيماء، ولازم تحكي اللي حصل لك. انا قلت لديبو وعمل ايه؟ اتصدم، ما صدقش ان ده ممكن يكون بيحصل بجد. خدني في حضنه جامد قوي وقعد يتأسف لي كأنه هو اللي غلط. حاسس بالذنب من ساعتها بس مش راضي يبين لي. انا عارفه ديبو كويس، حنين قوي من جوه، بس الحنيه اللي جوه بقت اكتر من الاول بكتير. انت عارفه ان هو بيحبك مش كده؟ هو قال لك احنا سيبنا بعض ليه؟ لا ما قاليش، وانت كمان ما تقوليليش، مش عايزه اعرف. بس لازم تعرفي ان هو اتغير بجد، اتغير بقى بني ادم تاني، وانت السبب في ده. وعنده استعداد يصلح كل الغلط اللي عمله في حياته قبل كده، بس انت لازم تساعدي وتقفي جنبه، اديله فرصه. هو بيحبك وانت كمان بتحبيه. بتحبيه. هو بره، هناديله. فاطمه ندعي لي مدام. لا بالتأكيد، خدمة حضرتك دي جميلة على راسي، عمري ما هنساها. تمام. لا أنا همشي دلوقتي على طول، هجيلك على المطار. مع السلامة. حاضر، باي. أنت معاك عربية رايق مش كده؟ معايا عربيه ليه؟ هسافر طبعا. كلمته على التليفون ده اللي هو في المطار، وعدني إن هو هيأخر نزول اسمي في قائمة الممنوعين من السفر، بس بشرط لازم أكون في المطار خلال ساعتين. مش هينفع فريدة. هو ايه اللي مش هينفع؟ مش هينفع تسافري. انت معمول لك كمين.
امين ايه؟ انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك، الجنرال طلب مني اني اقتلك. وانت قلت له ايه؟ سأليني خايفة مني ولا ايه يا فريدة؟ قلت له ايه يا ميمي؟ قلت له موافق. قلت له موافق يا ميمي. فريدة، أنا عايزك تفهميني. أنا قلت له موافق عشان أدي نفسي فرصة، أدي نفسي وقت أقدر أفكر أحميك إزاي. لو كنت قلت له لأ كان بعت أي حد غيري عشان يقتلك. مش كان في كل اللي عملوه فيا وصلت كمان القتل؟ عشان كده أنا بقولك ده كمين معمول فيكي، صدقيني. كمين؟ أنا ما بقتش أثق في حد. أنا مش عارفة أفكر. عشان كده بقولك ثقي فيا أنا. أثق فيك إزاي؟ هو طلب منك الكلام ده إمتى؟ قابلته فين؟ ليه ما قلتليش قبل كده؟ هقولك إزاي بس؟ يا فريدة أنت تليفونك على طول متراقب، زي أنا متأكد دلوقتي إنه عارف إن أنا موجودة عندك. مستني يعرف النتيجة، صح؟ صح؟ فريدة اسمعيني وفهميني كويس. اعملي اللي هقولك عليه وبس، اسمعي كلامي. انت اكتر حد انا حبيته، اكتر حد فتحت له قلبي وطمنت له. انا طلبت منك انك تتجوزني، فاكر؟ ملوش لازمة الكلام ده. بتقولي كده ليه؟ خايفة مني ولا عشان تصعبي عليا يا فريدة؟ مش عارفة اعمل ايه. اعملي زي ما بقولك. هننزل دلوقتي جيبي كل الأوراق والملفات وتروحي تسلمي نفسك. محدش هيحميكي يا فريدة غير البلد. محدش هيحميكي. بلد ايه اللي هتحميني؟ بلد ايه؟ اللي انت بتطلبه مني ده معناه ان انا احكم على نفسي طول عمري بالسجن. بلد ايه؟ بلد ايه؟ يا فريدة يتحكم عليكي بالسجن أحسن ما يتحكم عليكي بالإعدام. لا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ماما كانت بتقولي ان انت بتسأل عني كتير. وميرسي كمان على اللي انت عملته يومها. انا لولاك كان زمان ما تكمليش. ما كملش ازاي؟ دي حقيقة. يعني لو اعتبرت اللي حصل ده اي حاجة اعتبريه دين. دين؟ دين ايه؟ يعني زي ما ساعدتك انا كمان محتاج مساعدتك. امين، انا من غيرك مش هعرف اكمل. ده اسمه ابتزاز مش دين. اللي انت فيه ده مفيش حد يقدر يساعدك غير نفسك. عارف، بس لوحدي مش هعرف اكمل. انا محتاج منك انك تصدقيني. امينه، اللي قدامك ده اتبهدل في الدنيا كتير، تعب وشقي،
من وانا عيل صغير وانا بعتمد على نفسي ومش ندمان، بس ما كانش في حد بيقول لي الصح من الغلط. أمينة، أنا عمري ما حبيت حد قد ما حبيتك. بعد الحادثة دي أنا كنت بدعي ربنا ياخد من عمري ويديلك ويخفف عنك أي وجع، ولو لازم حد فينا يتألم هيكون أنا وهبقى مبسوط. أنا عمري ما حسيت مع حد الإحساس ده. معاكي عرفت إني لما أكون فرحان أنت أول حد يخطر في بالي، ولما الدنيا كانت بتضيق عليا أنت بس اللي كنت بتهونيها. حبك علمني حاجات كتير، علمني أسامح الدنيا كلها. مش معقولة بعد ده كله تسيبيني لوحدي، ما ينفعش. بذمتك ينفع؟ لو شفت يطلع مين يا مديحه؟ الواد مسعد الخسيس هو اللي يعمل كده في فؤاد. لسه وانا جايه لك كنت سامعه الناس بيقولوا ان البوليس قبض عليه وجرجروه على القسم. لا وايه ابن الكلب عمال يعيط وينحنح زي النسوان قدامنا في القداس، كأن ابوه هو اللي مات. ميت لو كان نطق كان زعق عليه. صدق اللي قال يقتل القتيل ويمشي في جنازته. اللي مضايقني ان فؤاد كان بيعامله زي ابنه بالظبط ومش مستخسر فيه حاجه ومأمنه على حاله وماله، بقى ده جزاته. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا ياسين، قدر ومكتوب، ادعي له بالرحمه. تبقى وحشه قوي يا مديحه لما الواحد يبقى مستأمن حد ويجي في الاخر كده يغدر بيه ويديله السكه. مش كده ولا ايه يا ديحه؟ ما يغدر يا ياسين الا ابن الحرام، وانت عارف. اطمن يا اخويا، ربنا يقرب البعيد ان شاء الله يا ديحه، ان شاء الله. في ايه يا شيمي؟ طبقك زي ما هو ليه يا حبيبي؟ مالك بس؟ ما تروق. متضايق من حركه الكلب ده، مش عارف اعمل معاه ايه. خايف اتغاب عليه اكتر من كده، الموضوع يكبر والمجلس الصحافه، انت فاهمه بقى. لا احنا مش عايزين لا شوشره ولا فضايح، عايزين نكن كده لحد ما الشغلانه اللي في ايدينا تخلص. تعرف يا جيجي، لو العمليه دي تمت هتبقى اكبر شغلانه عملتها في حياتي، وساعتها بقى ربنا عوضني عن البازار اللي لهفوا مني الكلب ده. ما تخافش يا حبيبي، اللي اتاخد كله يرجع، بس بالطريقه. طريقه؟ امال ما تزعلش مني يعني، انما لا انت ولا بنتك ليكوا في الشغل ده، سيبهولي انا بقى. ايوه بس هتعمل ايه يعني؟ ما تخافش، اخد الحق صنعه برضه، وانت طول عمرك رامي على اللي ما يتسماش ده يخلص لك امورك. سيب جيجي بقى المره دي هي اللي تخلصه لك، وشوف انا هعمل ايه. ايوه بس مفيش بس، وما تخافش، كله بالادب، احنا برضه ولاد ناس. الشقه اللي يوسف مرازي فيها بنتك دي هيطلع منها ورجله فوق رقبته، هو والبنت اللي لقيناها هناك دي، وانت تروق بقى كده للشغلانه اللي انت بتعملها. ايوه بس انا عايز اعرف انت هتعملي ايه يعني؟ هوريك، بس الاول تاكلي كده هم كده. سيبوا حاجه. يا احمد، اخبار الحاج ايه؟ مش احسن؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين يا ديبو. والله كان عايز يجيلكوا بس معلش الادويه والجلسات اللي بياخدها ديت بعيد عنك يعني. ربنا يشفيه، كان واجب عليا اروح ازوره، بس معلش الظروف معاكسه معايا شويه. ولا يهمك يا ديبو، ولا يهمك، ان شاء الله ربنا يكرمك ويعديها على خير باذن الله. بقول لك ايه، هو موضوع المطعم ده كان فعلا مش متامن عليه؟ سيبك موضوع المطعم ده، انا عايزك في حاجه اهم. امرني. احمد، انت دلوقتي بقيت زي اخويا بالظبط، وهتاخد اختي، يعني هتاخد حته مني ومش اي حته. انا مش هخبي عليك. خير يا ديبو، في ايه؟ ما تقلقنيش. مفيش، عندي شويه مشاكل وكان اخرها المطعم، واضح ان المشاكل دي مكمله معايا شويه. يا نهار اسود، يعني الموضوع ده حصل بفعل فاعل، مش ماس ولا عقب سجاره يعني؟ لا يا احمد، مش ماس ولا عقب سجاره،
بقول لك ايه، انا اعرف شويه عيال مخلصه بموتوسيكلات عداله والله. لا الموتوسيكلات دي خليها للزفه، قول لهم يجهزوا. زفه مين؟ ياد في ايه؟ زفتك انت وشيماء. انت بتتكلم بجد؟ يعني يعني نتكل على الله. وبسرعه كمان. عايزك تاخد شيماء وتبعد عن هنا خالص. عايزها تبقى في حماك، محدش عارف اليومين اللي جايين فيهم ايه، وما تقلقش عينها تبقى عليك. شيماء في عيني دي وما تقلقش. نادين، تعالي لو سمحتي. تعالي. ما تخافيش مني، انا ما بقعدش على فكره، او على الاقل مش شرشوحه زي الراجل اللي احنا متجوزينه. انت خايفه مني ليه؟ نادين، احنا ستات زي بعض ونفهم بعض كويس، واللي انت بتحسيه اكيد انا برضه بحسه، بس كل واحده بطريقتها، كل واحده في الظروف اللي هي بتتحط فيها. بص، انا مش هسألك ايه اللي عمل فيكي كده، مش هسألك ليه واحده زيك تحط نفسها في موقف زي ده، بس انا عايزه اسألك حاجه واحده بس. هنفضل كده لحد امتى؟ انت مقتنعه باللي انت بتعمليه ده؟ لو مبسوطه ومرتاحه انا ما عنديش مشكله، بس انت قاعده في بيتي، في بيتي انا وغصب عني كمان. ده ما يحركش فيكي اي حاجه، ما يخليكيش تحسي اي حاجه؟ حاسه، بس مش انا اللي عايزه كده، يوسف هو اللي عايز. وانتي موافقه عادي؟ طيب ما تسيبي البيت وتمشي، قولي له انا مش مرتاحه بالشكل ده، هيعمل لك ايه يعني؟ ما اقدرش يا غالي، ما اقدرش اقول يوسف كده، انا بحبه. اوعي تكوني قاعده هنا يا نادين عشان فاكره ان انا ممكن اخطف منك يوسف، او انا لسه بحبه، او انا لسه بحس له حاجه. اطمني، لا بجد انا بقولك اطمني كويس قوي، عشان يوسف خلاص انتهى بالنسبه لي. انا ما بحسلوش اي حاجه، هو بالنسبه لي ولا حاجه. يا ميمي خلي بالك على نفسك. بقول لك ايه، لو في اي قلق كلمني على طول. سلام يا صاحبي، سلام. ميمي يا سيدي بقت عند الوزيره بيأمن. طب والنبي اساله، ما ينفعش نروح نأمن معاه ولا احنا بنأمن في اللبش وبس؟ أمن على نفسك انت الاول. أمن على نفسي بتاعي يا عم، ما انا قاعد قدامك زي الفل اهو. في ايه؟ في ايه؟ وبعدين انت اخر واحد تقول الكلمتين دول، انت نسيت ان انت من يومين كنت حاطط دماغك في بق السبع ولا ايه؟ رحت للجنرال وفتحت صدري وقلت اللي انا عايزه، ما كنتش خايف، بس في الاخر ده تعبان لازم نحرص منه، افهم بقى. وايه الجديد في اللي انت بتقوله يا صاحبي؟ عادي، كلام عارفينه. الجديد ان انت معرضها، فاتح على نفسك 100,000 باب، غاليه وابوها وقبليهم سعيد، كلها بيبان منفذه على بعض. قفلها بدل ما يعورونا، خلينا نركز في حاجه واحده بس. كل اللي انت بتقول عليهم دول مش عارفين يعملوا مع اخوك حاجه. يعني الشيمي ده مش عضو مجلس الشعب، وياما هنا وياما هناك، ليه مش عارف ياخد معايا ولا حق ولا باطل؟ عشان انا مظبطه بالطريقه، عامل معاه الصح. والجنرال هتظبطه برضه بالطريقه؟ يا عم الجنرال ده خايف مننا اكتر ما احنا خايفين منه. اسمع يا يوسف، خايف مننا بقى مش خايف مننا، زي ما قلت لك ده تعبان ولازم نحرص منه، لازم نأمن يا صاحبي، ده بيلاعبنا. ديك قلتها، بيلاعبنا. هو كيفه جايبه ان هو يخلص مننا بس ما يقدرش، فبيلاعبنا وبس. الجنرال محرص مننا وخايف اكتر ما احنا محرصين منه وخايفين منه. تمشي كده يا صاحبي؟ فكر فيها تلاقيها تمشي. الجنرال مش سهل يا يوسف، مش سهل. روق كده بس، انت اللي حصل حصل، خلينا نبتدي من جديد. مش موضوع جديد،
مشكله الشيكات اللي انا مضيتها لشركه ميمي. وانت ليه تمضي شيكات لشركه ميمي؟ مش هو اللي مستلف منها فلوس؟ ميمي متجوز وعنده بيت، يعني اسيبه يتسجن يعني؟ ما انت لو كنت وافيتي من زمان كنا زماننا عندنا بيت وشفنا اي حد نلبسه ويخش السجن بدلنا. انت عارف اكتر حاجه بتعجبني فيك ايه؟ انك واخد كل حاجه ببساطه. طب كويس ان لقيتي حاجه تعجبك. انت عارف ما تستهبلش. هتشتغلي بقى دلوقتي؟ تاني شغل؟ بقول لك ايه، شوفي لي اي شغلانه عندك، اسوق لك العربيه، اعمل لك شاي، بس اكتر من كده مفيش. هفكر. ماشي فكري. ليه يا نادين كده؟ ليه كل ما بتكلميني بحس ان صوتك مش اللي هو؟ انا كنت فاكراها انها مجرد مشاكل بينك وبينه، بس توصل لحد كده؟ يجيبك شقة مراته التانية عشان يضايقها بيكي؟ يوسف مش كده يا ماما. يعني ايه يوسف مش كده؟ اللي بيحب حد ما بيستغلوش، ويوسف ده بيستغلك أسوأ استغلال في الدنيا. ولعلمك بقى الست دي ست محترمة، لأنها كان ممكن تطردني وتهني. كان بقى ساعتها يوسف كويس برضو؟ والله العظيم يوسف مش كده يا ماما. هي دي طريقه حبه، اللي ما يعرفوش يفتكر ان هو بيستغل او بيعمل اي حاجه من الحاجات اللي انت بتقوليها دي. بس اللي يعرفه ويقرب منه ويحس بيه هيعرف انه ما يقصدش ولا حاجه من الحاجات دي خالص، صدقيني. بصي يا حبيبتي، زمان باباكي حب يوقع بيني وبين أهلي، كان عايز نخسرهم عشان هو ما بيحبهمش، بس أنا مرضتش. كانت النتيجة إيه؟ راح عاقبني واتجوز عليا، لأن شخصيتي وكرامتي مش ممكن أذلهم أبدا. وانا ما بذلش نفسي يا ماما. ليه كلكم بتقولوا كده؟ انا بحب، واللي بيحب حد ما بيحطش حسابات للكلام اللي انت بتقوليه ده. قولوا عليا عبيطه غبيه، قولوا اللي تقولوه، بس انا بحب يوسف. والله العظيم يا ماما انت لو شفتيه زي ما انا شايفاه هتعملي له اي حاجه، صدقيني يا ماما. ويعني متوقع ايه بعد المطعم؟ شخص زي ده مش متخيل ان حد ممكن يقف قدامه يقول له لا. لا مش كده وبس، ده طلب من ميمي يقتل الوزيره فريده الوكيل. دي خبطه صحفيه هايله. استني يا ام، خبطه ايه؟ هتودي الواد في داهيه. ميمي عمل حسابه، زي ما الست دي اشتغلت معاهم دلوقتي ممكن تشتغل في صفنا احنا. بس اللي انا عارفاه ان فريده متورطه في مافيا فساد واسعه جدا. ميمي كلمني واقنعها انها ممكن تسلم نفسها بالورق اللي تحت ايديها. كويس، بس مش كفايه، احنا محتاجين حد يساعدنا، واكيد هنلاقي اللي يساعدنا. امينه خلينا في الاهم دلوقتي، في موضوع مهم عايز اكلمك فيه ولازم يحصل دلوقتي حالا. بعت له رساله قلت له يجهز بقيه الاوراق. الحسني بكره على مكتب النائب العام الصبح. الورق اللي معايا ده برضه مهم بس مش كفايه. طب قولي له كمان لو عايز يكلمك على الرقم ده. بس ده مش موبايل، ده موبايل فاطمه واكيد هتروح. ايه المشكله يعني؟ ما تروح بتليفون تاني هيحصل ايه يعني؟ حاضر. انت فاهم معنى اللي طلبه منك الجنرال ده ايه؟ والله يا فريده حاجات كتير. خايف منك ومن تهديداتك ليه. بعتلك رسائل تخويف على تليفونات تانية. بيضغط عليا ويحط لي تحت ضرسه. يعني زي ما تقولي كده بيضرب 30 عصفور بطلقة واحدة. يمكن كل اللي انت بتقوله ده صح، بس الأهم عندي الناس اللي فوق اتخلوا عني خلاص. بمعنى صح رفعوا غطا الحماية. الجنرال مهما كانت قوته وسيطرته مجرد أداة في إيديهم، مش ممكن يعمل حاجة زي كده من نفسه. أنا عايز أعرف دلوقتي الناس اللي ورا دول يطلعوا مين؟ أضحك عليك لو قلت لك إني أعرفهم كلهم. شبكة معقدة، مش هتلاقي واحد فيهم يعرف كل أطرافه. تفتكر إن أنا وافقتك عليه ده صح؟ بص يا فريدة، أنا قبل ما أعرف موضوع الناس التانيين دول كنت شايف إن إحنا صعب نقف قدام الجنرال لوحدينا. محتاجين مليون قوة عشان نقف ضده ونقطع له دراعه. بس كمان بعد ما عرفت موضوع الناس دي أنا شايف إن ده أحسن حل. لازم تسلم نفسك يا فريدة، اسمعي كلامي.
انا هدخل اخد شاور، حاسه اني تعبانه قوي ومحتاجه ارتاح شويه. فاطمه. ايوه. حضري الحمام عشان عايزه اخد دوش. حاضر. يا رب. اتفضلي يا أمينة، اتفضلي. ده أكتر مكان ممكن يعمل عليك فيه. اتفضلي. بس لازم اكلم ماما بس اقول لها. ماشي هنكلمها كل حاجه بس استريح. الحمد لله على السلامة يا ديب. فاطمة 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 فريدة